السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة الخير؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب. ان شاء الله تعالى فيديو النهارده كله غرائب وعجائب، فيديو فعلا كله غرائب وعجائب. اول غرائب وعجائب يا جماعة الخير الزغلولين اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم دول. الزغلولين ده يا شباب انا ناسيهم والله من امبارح بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم دول، ولكن بفضل الله وبامر الله ان مفيش زغلول فيهم وقع تحت ومفيش زغلول فيهم انضرب من الحمام التاني، يعني هم مضروبين ضرب خفيف لو تلاحظوا، مضروبين ضرب خفيف يا جماعة الخير. وبفضل الله وبامر الله وبرضه عشان هم لهم عمر انا ما كنتش هطلع لهم غير الصبح والله، ولكن انا جاني تليفون عشان في حاجه حصلت في الغيه هوريها لكم دلوقتي، في حاجه حصلت في الغيه هوريها لكم دلوقتي. طبعا الزغلولين دول يا شباب زغاليل لحم فرنساوي، انا محضنهم تحت حمام بلدي. الحمام بلدي عشان انا كان ابوهم كان مات وانا خدت منه الدبله، طبعا ابوهم كان عزيز عليا والله العظيم الذكر ده كان عزيز عليا. فطبعا يا شباب انا حضنت الزغلولين دولت او البطين دولت تحت حمام بلدي، وبفضل الله وبامر الله بقى بالشكل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم ديت، وبفضل الله وبامر الله ان الزغلولين دولت برضه ما ماتوش، برضه الزغلولين دولت ما ماتوش. طبعا يا شباب انا هنجيب الذكر فيهم تقريبا ان ده الذكر، تقريبا الله اعلى واعلم ان ده الذكر، ولكن انا هخمن، يعني انا هخمن ان ده الذكر. طبعا في علامه بس لكن هي مش صحيحه قوي، ان بتبقى السره بتاعته، السره بتاعته يا شباب اللي انتم شايفينها ديت بتبقى بتاعه الذكر بتبقى يعني كبيره شويه، وبتاعه النتايه تبقى كبيره صغيره شويه، ولكن انا باخدهم بالشكل ده. ان شاء الله تعالى هيبقى الذكر هلبسه الدبله دي يا جماعه الخير بتاعه ابوه، يعني ان شاء الله تعالى يخلف ابوه باذن الله تعالى بامر الله تعالى. تعالى يا شباب اوريكم الغرائب، ولكن تعالى بس نحط العش بتاعه الاول. العش يا شباب بالمناسبه لازم يكون مفتوح بالشكل دوت، لازم العش يكون مفتوح بالشكل دوت، ونحطه بالشكل ده يا جماعه الخير، يعني ما نملاش الدنيا قش كده ونسيب النص فاضي، نسيب النص فاضي عشان الحمام يبقى في النص ويعمل البراز بتاعه في الحوافي او في الجناب بتاعه القش، في الجناب بتاعه القش يا جماعه الخير. ندخل برضو الزغلولين دولت مع بعض اهوت، وتعالى اقول لكم بقى الغرائب والعجائب اللي في الفيديو. يا ريت يا شباب اللايك الجميل بتاعكم الفيديو عشان نوصل الفيديو ده للناس، وطبعا انا بتعب والله ولكن انا بستنى اللايك بتاعكم، اللايك بتاعكم ده والله عظيم بيبسطني. فطبعا يا جماعه الخير اوريكم برضو الغرائب والعجائب، وقبل ما اوريكم الغرائب والعجائب اوريكم الذكر اللي طبعا انا التليفون اللي جاني قال لي واحد صديقي قال لي انا كان عندي ذكر اللي انا واخده منك الذكر بتاعي طار. قلت له طب الذكر ده طار ليه؟ قال لي طبعا انا كنت حابسه عشان اعوده على النتايه، وكان الحمام عندي كله تعبان فحبيت ان انا اعالج الحمام كله جماعي فسبته فالذكر طار. فطبعا انا هنا يعني انا خفت على الحمام بتاعي لما قال الذكر طار فاكيد هيرجع لي، فالذكر لما هيرجع لي من غيه موبوءه او غيه فيها امراض، ولكن انا خاف على الحمام بتاعي. لو استفدت يا شباب من المعلومه ديت استفاد لو انا عطيت بحت حمام او ان انا عطيت حمام لحد صديقي او حد جنبي، فطبعا لازما ورجع لي تاني ما افرحش بيه، ما افرحش بيه، لازم اخد الحمام ده تحجزه يوم يومين ثلاثه لحد ما يتعالج، لحد لما يبقى كويس، وان انا ابدا ان انا ايه ان انا اسيبه في المكان او ارجعه لصاحبه. طب الذكر ده فين يا شباب؟ كان ذكر حمام ابيض، يا رب نلاقيه بس دلوقتي، بسم الله اللهم صل على سيدنا النبي، انا كنت شايفه دلوقتي، ان شاء الله هنلاقيه ان شاء الله تعالى، هنلاقي الذكر اللي هو تعالى بس يا شباب قبل ما اوريكم الذكر تعالى اوريكم حاجه تانية يعني برضو من ضمن الغرائب والعجائب. طبعا يا شباب ده حمام لحم فرنساوي، ده حمام لحم فرنساوي، ما تستغربوش يا جماعه الخير فعلا والله العظيم ده حمام لحم فرنساوي ديت النتايه. طبعا انتوا هتستغربوا وتقولوا حمام لحم فرنساوي بيجيب حمام اسمر، ما تستعجلش عليا عشان الفيديو ده كله معلومات والله فعلا، وده من ضمن الغرائب برضو اللي انا هوريها لكم. ده الذكر يا شباب بتاع النتايه او الذكر ابو الزغاليل، وطبعا النتايه طبعا بالشكل اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دول. طبعا يا شباب الحمام اللحم الفرنساوي مواصفاته معروفه ان حمام بيبقى ابيض ما فيهوش ريشه سمراء، بيبقى ابيض ما فيهوش ريشه سمراء، وطبعا الزغاليل بتاعتهم بتبقى بنفس الشكل، الزغاليل بتاعتهم بتبقى بنفس الشكل. طبعا الزغلول ده حمام لحم فرنساوي بيور 100%، ولكن الزغلول ده يا شباب اخوه برضه ما هوش حمام لحم فرنساوي. طب ايه اللي عمل كده او ايه اللي جاب كده؟ طبعا لو تلاحظوا فرق برضه يا شباب هتلاقوا ده حجمه ما شاء الله حجمه كويس، وتلاقوا ده حجمه صغير. طب ده جه منين وده جه منين؟ ده يا شباب عيوب الحمام السايب، ده من عيوب الحمام السايب، اللي بربى حمام سايب لازم هيواجهوا مشكله زي ديت. النتايه دي يا شباب وهي زايفه بتتخصب من اي ذكر، في حمام كده ممكن يتخصب من اي ذكر، ولكن في نوتي ما بتتخصبش من اي ذكره، يعني في حمام ترجع لطبيعه الحمام نفسه، يعني بترجع لطبيعه الحمام نفسه. طبعا يا جماعه الخير طبعا هي التخصيب بتاعها من ذكر حمام بلدي انتج لنا الزغلول ده، انتج لنا الزغلول ديت، وطبعا ده تخصيبها من الذكر بتاعها وده تخصيبها من الذكر بتاعها. ده برضه يا شباب لو نستفيد بحاجه من الفيديو ده او المقطع دوت، فان انا استفيد ان انا ما اسيبش حمام سايب مع بعضه. تعالوا اوريكم يا شباب بقيه برضو الغرائب اللي موجوده في الفيديو. طبعا يا جماعه الخير دون ذكر وانتهي انا حابسهم عشان يولفوا مع بعض، حابسهم عشان يولفوا مع بعض. النتايه دي يا شباب كانت تعبانه، كان عندها مرض الروشه، ولكن بفضل الله انا عالجتها وبقت كويسه. فطبعا الذكر بتاعها الاولاني ولف نتايه، الذكر بتاعها الاولاني ولف نتايه. طبعا الذكر بتاعها يا شباب الاسمر دوت اوريه لكم برضو،
الدكر ده يا جماعه الخير، الدكر الاسمر اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم دون كان مولف النتايه اللي انا لسه موريها لكم دلوقتي. طبعا هو ولف النتايه ديت حاليا دلوقتي، هو ولف النتايه ديت حاليا دلوقتي عشان النتايه الثانيه كانت تعبانه، ولكن انا بحب اولف على الدكر الجديد ده يا شباب. هي مش عايزه تتولف على الدكر الجديد. طب ليه مش عايزه تولف على الدكر الجديد؟ عشان هي شايفاه طول الوقت، هي شايفاه طول الوقت، عمرها ما هتولف دكر تاني، عمرها ما هتولف دكر تاني. الدكر ده يا شباب حنين فوق مما تخيلوا، الدكر اللي شايفينه قدام حضراتكم في الصوره دوت حنين فوق مما تتخيلوا. طبعا الدكر ده من بدري ان هو بيتودد للنتايه، بيتودد للنتايه. هشوفوا دلوقتي يا شباب والدكر ده بيتودد للنتايه وهي مش رغباه نهائي. طب هي مش رغباه ليه يا شباب؟ يعني زي ما بنقول كده القلب ما يريد يعني. هي طبعا الدكر بتاعها قدامها طول الوقت، الدكر بتاعها طول الوقت. طيب لو انا عايزهم مولفهم لازم اعزلهم بره المكان دوت، او ما اخليش النتايه ديت شايفه الدكر، ما اخليش النتايه دي يا جماعه الخير شايفه الدكر بتاعها الاولاني. هي يعني لسه المرض بدا يروح منها، يعني ان شاء الله هي بدات تخف، يعني هي بدات تخف، المرض راح منها بفضل الله. طبعا شايفين يا شباب الدكر بيتودد لها، الدكر بيتودد لها، هو طبعا راغبها وهي ما هيش راغباه عشان الذكر الاولاني، عشان هي شايفه الذكر الاولاني. شايفين يا شباب الذكر حنين جدا جدا فوق الخيال، يعني الذكر عايزها فوق الخيال، ولكن هي ما هيش راغباه نهائي. سبحان الله، يعني زي ما احنا بنقول كده القلب وما ايه وما يريد. طبعا يا شباب لو عايز اولف او عايز استفيد من المقطع دوت برضه، استفيد ان انت لو عايز تولف حمام كبير على بعضه، كان حمام متجوز قبل كده، ما ينفعش ان انا اجوزه في نفس المكان او ان انا اخليه شايف الحمام التاني، لازم اعمل ستاره عليه، لازم اعمل ستاره عليه يا جماعه الخير عشان ان احنا نعرف ان احنا نولفه لبعض. تعالوا يا شباب بقى نمسك الذكر اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو كان جاي من عند الراجل اللي انا كنت عطوله، راجل صديق ليا، راجل طيب محترم. لو عايز ذكر تاني هنديهوله. كان ذكر ابيض، راح فين الذكر؟ اللهم الهمني بالشهاده يا رب، اللهم الهمني بالشهاده يا رب. الذكر يا شباب يا جماعه الخير، الذكر ايوه. يا شباب الذكر ده يا جماعه الخير، الذكر ده يا جماعه الخير. طبعا هو لما قال لي ان الذكر كان الحمام عنده موبوء او الحمام عنده تعبان، فانا لازم نكشف على الذكر، ما نسيبهوش كده عند الحمام بتاعي وخلاص، لازم نكشف على الذكر. انا كشفت عليه بفضل الله وبامر الله ولقيته سليم تمام التمام، ما فيش اي مشكله. هحطه برضه يا شباب، انا ما احطه مع طبعا الحمامه ديت نتايه، احطه معاها لو ولفوا مع بعض ما فيش مشاكل. لو صديق عايزه نبقى ان انا نديه. طبعا لو استفدت برضه حاجه من المقطع دوت، استفاد منه كتير خالص، استفاد من المقطع دوت كتير خالص. اوعى تسيب حمام عندك حتى لو بتاعك وجاي لك وراجع لك تاني، اوعى تسيبه في المكان عندك لما تكشف عليه عشان ما يعدلكش الحمام بتاعك. واستفيد برضه يا شباب من المقطع دوت حنيه الحمام لصاحبه، حنيه الحمام لصاحبه. الحمام ده يا شباب اول ما جه عندي اول مطار من عند الراجل اللي كان واخده، طبعا جه عندي افتكر مكانه القديم، افتكر مكانه القديم. يا رب يا شباب يكون الفيديو عجبكم، يا رب يكون الفيديو استفدتوا منه. مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، يا ريت دعمكم باللايك الجميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.